مساء الخير. النهارده هقدم لكم ميكس جريل، بس مش كباب وكفته. صدور فراخ مع خضار، بتبقى حلوه قوي وسريعه. وهقدم لكم كمان معاها خضار سوتيه بالمايونيز. وجبه النهارده لذيذه وخفيفه وتنفع كمان للي بيعمل دايت. معايا هنا كيلو من صدور الفراخ متقطع ترانشات ومغسول طبعا كويس بملح وليمون وميه وخل. هضيف له بهارات ملح وفلفل وبابريكا وتوم باودر وبصل باودر وسبع بهارات وكاري. هضيف له كمان نص كوبايه من ميه بصل ومعلقتين كبار من الخل ومعلقه كبيره من المستردة. هقلبهم مع بعض كويس قوي، وهسيب الفراخ دي في التتبيله مده ما تقلش عن ساعه. وممكن نتبلها قبلها بيوم ونحفظها في التلاجة، وممكن نسيب الفراخ دي في التتبيلة في التلاجة تحت لمدة أسبوع وناخد منها على استخدامنا. معايا هنا في حلة على النار كوبايتين من المية. وبالنسبة للخضار اللي هستخدمه معايا بسلة وجزر وبطاطس. البسلة دي كانت فروزن. هضيف في المية هنا ملح وفلفل وبصل باودر وتوم باودر وسبع بهارات وورق لوري. بالنسبة للخضار انا مش هسويه في المية عشان طبعا ما يفقدش الفيتامينز اللي فيه. انا هسويه على البخار، فبحطه في مصفى وبغطيه عشان يستوي. غير ان البخار اللي طالع ده هيبقى ريحته حلوة لان فيه البهارات كلها اللي احنا حطيناها معاه، فهتدي طعم حلو للخضار. هسيب الخضار يستوي، وفي اي جريل او طاسه ما بتلزقش هضيف سمنه بلدي معلقه كبيره، او ممكن اضيف زيت زيتون. ونستنى لما السمنه تسخن وبعد كده نبدا نضيف شرايح الفراخ. ميزه الطريقه دي انها بتبقى سريعه جدا والفراخ ما بتاخدش وقت في التسويه خالص، غير انها بتبقى جوسي. والطريقه دي حلوه جدا للناس اللي بتعمل دايت، لان طبعا مستخدمين هنا زيت زيتون او سمنه بلدي، وطبعا كلنا عارفين ان السمن البلدي مفيش منه مشكله لان هو دهون صحيه. هنبدأ نقلب الصدور على الوشين لحد ما تاخد اللون الذهبي وتستوي. هجيب صدور الفراخ على جنب في الجريل وهبدأ انزل بالخضار اللي هيستوي مع الفراخ. انا هنا كنت مقطعه جزر، ممكن نضيف فلفل كمان، وقطعت كمان شرايح من الكوسه. كل الخضار ده بياخد طعم من الفراخ. بصوا الفراخ حلوه قد ايه ولونها ذهبي وجميل، والمتحمره كده كانها مكرمله. الخضار طبعا ما بياخدش دقايق على النار. شوفوا الفراخ جميله قد ايه استوت، ونحاول على قد ما نقدر ما نطولش المده بتاعتها على النار عشان ما تنشفش. بصوا الجزر استوى كمان وبقى جميل ازاي. الخضار السوتيه كمان استوى. وبالنسبه للخضار اللي في الجريل انا بحط الخضار بعد الفراخ عشان طبعا ياخد طعم الفراخ اللي نزل كله. بصوا جميله جدا وجوسي وريحتها تحفه، غير انها ما خدتش على النار ربع ساعة هي والخضار. بعد كده بحطهم في طبق التقديم مع شوية جرجير حلوين كده. وكده اكل صحي، خضار وبروتين وخفيف جدا طبعا على المعدة. والخضار طبعا اختياري على حسب الاصناف اللي احنا بنحبها، ممكن نضيف فاصوليا او اي نوع تاني احنا بنحبه. يلا بينا نحضر بقى طبق الخضار السوتيه. كده معايا الخضار استوى حلو قوي، وزي ما انتوا شايفين حبات البطاطس والجزر محتفظة بشكلها وما اتهرتش. وزي ما انتم شايفين كده في على حبات البطاطس تحت بهارات، البهارات دي اللي احنا حطيناها في المية وطلعت مع البخار. فتبلت الخضار كله وخلت الخضار كله طعمه جميل. بعد كده هضيف على الخضار مايونيز، وطبعا كمية المايونيز كمية تقديرية على حسب كمية الخضار اللي احنا جهزناه. شويت كمان هنا مع الخضار شرايح طماطم، وطبعا الخضار ده كله تبلته ملح وفلفل قبل ما احطه على الجريل. بالنسبة لمية البصل اللي انا تبلت بيها الفراخ في اول الفيديو، اي وقت انا بعمل فيه كفتة فانا بستخدم التفل بتاع البصل وبعصره من المية بتاعته، وبحتفظ بالمية دي في علبة في الفريزر. اي وقت بعمل فيه الفراخ بالطريقة دي فبستخدم بيها مية البصل بتبلها بيها. بتدي طعم حلو جدا للفراخ او اي حاجة تانية احنا عايزين نتبلها. اتمنى الوصفة تكون عجبتكم، واتمنى ان انتوا تجربوها وتقولولي رأيكم فيها ايه. واللي عجبه الفيديو ما ينساش يعمل لايك وشير، واللي اول مرة يشوفني انا شيري امام. دمتم بصحة وهنا.